السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا هنعمل النهارده ان شاء الله احلى فطار. احنا هنعمل معاكم الفاصوليا البيضاء. وهنحط فيها اللحمه ديت، بس احنا الاول هنسويها وهنقول لكم ازاي ان انتوا تعملي اللحمه ما يبقاش فيها زفاره، لان في ناس بتقول لما باجي اطبخ اللحمه بيبقى فيها ريحه. ان شاء الله لما تجربي التجربه ديت مش هتلتقي فيها اي ريحه خالص، وان شاء الله ما عدتيش هتبطلي انك تعمليها. يعني ان شاء الله طريقتها حلوه وكل حاجه في البيت. احنا معانا ان شاء الله معانا لحمه، معاكي الكميه اللي انت عاوزاها لاولادك. معايا البصله ديت ورق اللورا كده. معايا الحبهان. معانا حطيت هنا معلقه زيت. فانا في الاول بقوم فاتحاها كده اهوت، بسم الله، عشان تدي ريحه للحمه، تدي لها ريحه حلوه قوي قوي. خلاص، معانا الفلفل الاسمر، جربيها ان شاء الله ومش هتندمي. والبصله برضو كل ده بحطه. لازم تقلبيه تقليبه حلوه كده، عشان ايه؟ يدي للحمه ريحه حلوه، وتحسي ان الشوربه بتاعتها ريحتها جميله. اهي احنا دلوقتي انا حاطه ميه بتغلي. احنا دلوقتي هنحط دول اهوت، بس لازم تسخني الزيت عشان ما بينزلش ميه كتير. لازم تسمعي الطشه ديت عشان ايه؟ عشان اللحمه ما تنزلش الميه بتاعتها. هنقلبها، واهم حاجه يكون ما تحطوش الملح في الاول، لان لو حطيت الملح مش هتستوي على طول. احنا دلوقتي لوحناها في الفلفل الاسمر والحبهان ورق اللورا والبصله، وهحط الطماطميه دي. الطماطميه دي بتديها لون حلو قوي، واهم حاجه تكون بتغلي الميه. انا دلوقتي جبت الفاصوليا وحطيتها في ميه بعد ما نقيتها ونضفتها اهي. بعد ما نقيتها ونضفتها حطيتها في ميه دافيه عشان تبقى بالطريقه ديت وتستوي معاكي. انا دلوقتي هحطها على النار لغايه ما تستوي، وبعد كده هنرجع نوريها لكم ان شاء الله. اللحمه دلوقتي خلاص، انا هحط الميه اللي بتغلي. بسم الله. حطيت كفايه الميه، ولو احتاجت ان شاء الله على ما تستوى هنحط لها ميه تانية. هنسيبها تستوى وبعد كده هنرجع نوريكم ان شاء الله احنا هنعمل في الفاصوليا ايه. احنا دلوقتي حطينا اللحمه على البوتاجاز. هنعمل ان شاء الله معاكم الصلصه بتاعه الفاصوليا. انا معايا دلوقتي اهو، معايا بصله وعليها معلقه توم صغيره، يعني البصله مش كبيره قوي. حطيت عليها معلقه توم صغيره. معايا نص كيلو طماطم مصفياه. هنفضل نصفر في البصله. لازم تكون لونها مصفر، ما تحطهاش كده وهي بيضه. هتاكلي احلى فاصوليا ان شاء الله باللحمه. وطريقتها خليكي معانا للاخر، وان شاء الله هتجربيها ما عدتش هتعمليها الا. طريقه سهله وما بتاخدش مننا اي وقت. ما تنسوناش في اللايك والاشتراك. لون البصل اصفر. هوريكم برضو الفاصوليا انا سلقتها اهي، ما خدتش يمكن 10 دقايق على البوتاجاز. ليه؟ لان انا اول ما نقيتها ونضفتها قمت حطاها عليها ميه سخنه وسبتها ساعه كده. بتبقى ان شاء الله بتستوى بشو، يعني يا دوبك احطها في الصلصه مش هتاخد اي حاجه. احنا معانا دلوقتي الطماطم اهي. معايا نص كيلو طماطم. خلاص البصل كده خلاص اهي، هنفرغه. انا ما بحطش الا فلفل اسمر وملح بس، هو ده اللي انا بحطه. يعني شويه ملح وشويه فلفل اسمر، اكتر من كده مفيش. اهو هنحط شويه الملح، هتتسبك ونرجع ان شاء الله نحط فيها ايه؟ الفاصوليا باذن الله. كده خلاص سبكت معانا. هنحط الفاصوليا بسم الله. هنديها بس غلوه واحده، وبعد كده هنقوم حاطين فيها اللحمه. احنا كده خلاص استوت معانا بسم الله ما شاء الله، ما خدتش حاجه، واللحمه مستويه. حشتها من الشوربه وقمت حطاها، خدت لها غلوه برده شويه معاها، والريحه بسم الله ما شاء الله. هنخلص وهنوريكم النهايه ايه. احنا كده خلصنا. شويه رز حلوين كده، رز بشعريه، رز ابيض. احنا كده خلصنا الفيديو بسم الله ما شاء الله. شويه فاصوليا حلوين.
يا رب الفيديو يعجبكم، وما تنسوناش واللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.